مساء الخير على كل الزملكاويه، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم 30 دقيقه زمالك. ازيك يا الاء؟ الحمد لله يا مصطفى. النهارده عندنا حلقه مميزه، الجزء الاول من البرنامج. معانا مراسلتنا رنا شاوير. رنا هتكلمنا بقى عن اخر الاخبار في نادي الزمالك. رنا اهلا بيكي. اهلا، ازيك يا الاء؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا رنا؟ ازيك يا احلى زملكاويه، ومبسوطه ان انا معاكم النهارده. رنا انت بتروحي نادي الزمالك على طول، قولي لنا كده بقى الفريق عامل ازاي بعد ما رجعوا وبيتمرنوا، نظامهم ايه بعد القصه؟ امبارح كان اول يوم في التدريبات بعد فتره التوقف دي، بعد الماتش الاخير ماتش الانتاج. كان امبارح التدريب كان على فترتين، فتره حصه الصبح وبعدين بالليل. الصبح كان تدريب بدني، نواحي بدنيه، وبالليل في الساعه 6 يعني هنري بيركز على النواحي التكتيكيه بقى للعيبه وكده في الفريق. في بكره اجتماع مجلس اداره، هنشوف بقى بكره ان شاء الله ايه اللي هيحصل في الاجتماع. كمان في الزمالك هيلعب، بيرتب دلوقتي مباريات وديه في فتره التوقف دي يعني. وبعدين في ماتش. يا رنا ايه الاخبار؟ الماتش حالته مستقره تمام دلوقتي، وقدامه اسبوع ان شاء الله يرجع التدريبات تاني. كمان الزمالك هيلعب ماتش ودي مع طلائع الجيش بمناسبه اعتزال عبد الناصر محمد لاعب الجيش. امتى ده الماتش؟ هيبقى يوم 8 نوفمبر. تمام. وبما انك رنا بتحضري التدريبات وبتبقى متواجده في نادي الزمالك على طول، كلمينا ايه اخبار اللعيبه والحاله المعنويه للعيبه عموما يعني. لا، في حالة استقرار بالنسبة للعيبة، حاسين ان الدنيا دلوقتي مستقرة عندهم، وكمان في حماس في التدريبات، كل اللعيبة دلوقتي ملتزمة في التدريبات. طبعا باستثناء طبعا اللعيبة اللي انضموا للمنتخب يعني. بس انما الحالة العامة داخل النادي في استقرار وفي حماس. بالنسبه لميدو ما عندوش اي مشاكل ونزل التدريبات عادي وبيقرر استبعاده من منتخب مصر؟ نزل وعادي مفيش مشاكل. اهم حاجة يا جماعة الكل بيركز دلوقتي، كل اللعيبه عامه مركزه في ان دلوقتي مصر توصل كاس عالم، مش مهم عندهم مين ينضموا ومين ما ينضموا. احنا بقى عن المنتخب. رنا اشتركت المعسكر. كلمينا كده عن تعليمات حسن شحاته، قال لعيبه ايه في اول تجمع. هو طبعا كابتن حسن شحاته كان المعسكر بدا يوم الثلاث اللي فات، وده معسكر مغلق على عكس المتوقع. طبعا كان الناس كلها متوقعه ان هو يبقى المعسكر مفتوح، بس المعسكر مفتوح بالنسبه للعيبه اللي ما فيش اعلام. انما عرفنا طبعا من مصادرنا جوه ان المعسكر رغم انه مغلق، بس هم كابتن حسن شحاته مركز دلوقتي على الناحيه البدنيه جدا. بيطمن على اللعيبه ويشوف على ماتش تنزانيا اللي هيلعبوه ان شاء الله في يوم 5/11. هيشوفوا اللعيبه وحالتهم البدنيه عامله ازاي. كابتن حسن شحاته في الفتره دي مركز على الناحيه البدنيه، وجمع اللعيبه فتره في بدري، وقال لهم ان هو جمعهم بدري بسبب ان هو عايز يعيشهم حاله ان هم دلوقتي جوه المنتخب وروح واحده. تمام. وبس في ماتش تنزانيا يوم 5/11. هيسافروا يوم السبت. طب يعني هم بعد ما يرجعوا تاني حسن شحاته قال هيديهم راحه سلبيه يوم، وبعد كده هيبقى ايه نظام المعسكر؟ مفتوح بقى ولا مغلق؟ لا طبعا معسكر مغلق بقى خلاص. هيلموا بعض بقى، وطبعا هيبداوا يركزوا بقى في النواحي التكتيكيه بقى والنواحي الفنيه، وكابتن حسن شحاته هيشوف بقى مين اللي هيستمر معاه في المعسكر واللي هيستبعدهم بعد ماتش تنزانيا. وبس يعني ربنا يسهل ان شاء الله، يعني يبقى في حاجه كويسه. وعايزين نقول للناس ان بعد ماتش تنزانيا يبقى في يوم التوقف يعني عن التدريبات، ويبقى يوم راحه سلبيه، هيبقى يوم 6، وبعد كده هيرجعوا تاني للملعب وللتدريبات زي ما رنا قالت. هيبقى التدريبات كلها فنيه وتكتيكيه بحته. وحسن شحاته كمان قال طبعا هو منع الاعلاميين ان هم يدخلوا الفتره دي زي ما رنا بتقول لنا، بس هو قال بعد ما يرجعوا من اسوان هيبقى يدي يوم للاعلام يعني يتكرم علينا ان شاء الله كده، والكل يدخل يتكلم مع اللعيبه اللي عايز يعمل اي حاجه. لان طبعا الفتره دي رغم ان هو المفروض، يعني انا معترضه معاه في الحته دي، المفروض ان هو 4 ايام دلوقتي المعسكر اوريدي مفتوح، طب ما تفتحوا للاعلام بعد كده بعد ما ترجع بركز. ولا انت شايف ايه؟ والله انا شايف ان ما فيش حد المفروض دلوقتي يعترض في مصلحه المنتخب. هو كابتن حسن شحاته شايف ان هو دلوقتي ما فيش اعلاميين يخشوا، خلاص يبقى ما فيش اعلاميين يخشوا. دلوقتي احنا بنقف مع حسن شحاته قلبا وقالبا، لازم نبقى معاه في كل اللي يتكلم. يعني انا لقيت ناس معترضه، ميدو انضم وميدو ما انضمش، واخد وضم عماد متعب وما ضمش مش عارف مين. دي اختيارات الكابتن حسن شحاته، هو يبقى مسؤول قدام الجمهور وقدام الناس كلها على الاختيارات ديت.
ابتدت بقى نبعد عن اهلي وزمالك الفتره دي. لا مش كده، انا قصدي ان هو قال هيفتح للناس تتكلم مع لعيبه بعد ما يرجعوا من اسوان. لا ده هو انا قصدي بعد، كان دلوقتي في الفتره دي افتح دلوقتي الناس تتكلم، لما ترجع اقفل خالص، لما ترجع تفتح. ولا انت ايه؟ انا طبعا بتفق مع مصطفى في ان مصلحه المنتخب هي الاهم، بس انا معاكي وفاهماكي ان انت كان دلوقتي اللعيبه مش مركزه ولسه كان يعني بيروحوا بيوتهم فلسه مفيش تركيز. فكان الافضل ان هو يخليهم دلوقتي نعرف هم المفروض بيفكروا في ايه الجهاز الفني، بدل ما بعد في ماتش تنزانيا هو المفروض عايز يقفل. انا شايف ان احنا كاعلاميين ده احسن لنا، ان هم بعد ماتش تنزانيا هيبقى في احداث كتيره حصلت وهيبقى في تدريبات مستمره، فاحنا هنقدر ناخد معلومات اكتر عن المعسكر من ساعه ما بدا. يعني ان احنا ناخد يعني يوم الاعلاميين مثلا لو نقول ان هو يوم الراحه اللي هو يبقى يوم 6، هيبقى احسن لنا ان احنا ناخده دلوقتي، هيبقى في احداث كتير حصلت يعني. هو اهم حاجه يعني زي ما بتقول هيبقى في احداث طبعا وكل حاجه، وهيبقى في كمان كلام نتكلم عنه. بس اهم حاجه برضه في الاخر، في الاول وفي الاخر اهم حاجه مصلحه المنتخب، كابتن حسن شحاته عايز ايه، وربنا يوفق ان شاء الله يعني. ربنا يكرمهم ان شاء الله. تعالوا نتكلم بقى عن الزمالك بقى في الفتره اللي فاتت دي كلها. تعالوا نتناقش على احنا الثلاثه كده اول مره نتكلم مع بعض. فتعالوا بقى الزمالك الفتره اللي فاتت 8 جولات وكده. رنا، انت شايفه الزمالك ازاي بعد 8 اسابيع من الدوري؟ الزمالك حالته ما اطمنش بصراحه. يعني فقدنا نقاط كتير جدا، واحنا لسه يعني لسه في بدايه، يعني لسه ايه، ما خلاص ناقص 7 ماتشات على الدوري ما يخلص، على نهايه الدور الاول. فلا احنا فقدنا نقط كتير جدا، وكمان يعني عندنا 4 هزايم او 3 هزايم، 3 هزايم ومفيش غير جولين تقريبا. الماتش الانتاج يبقى 3، يعني 3 فوز يعني. طبعا فدي طبعا حاجه ما تطمنش ابدا، الجمهور قلقان. انت قلقان يا محمد؟ والله بص يا لا، هو القلق موجود والجمهور كله قلقان، يعني مش انا بس، جمهور الزمالك كله قلقان. بس احنا عايزين لو نتكلم في ال8 جولات هنقول ان احنا بدأنا الدوري بشكل كويس جدا وبشكل مميز. في مباراة انبلي كسبناها 3-1. الاداء بدأ يقل في مباراة المقاولين، غيرنا دي كاستيل، جبنا هنا ريمشيل بدأ دخل علينا وغير الطريقة. طلعنا معسكر دبي، رجعنا مفيش جديد، التشكيل بيتغير كل ماتش. اللي يلعب النهارده ما يلعبش بكره، واللي لعب بكره ما يلعبش بعده. تغييرات باستمرار بالذات في الخط الخلفي بعد اصابه محمود فتح الله، وفي خط النص تغييرات بالجمله كل يوم. مره حسن مصطفى، مره المرغني، مره ابراهيم صلاح، لعيبه كتير. ناحيه الشمال نفس الحكايه، مره صابر الرحيل، مره عبد الشافي. ناحيه اليمين مره حازم امام، مره احمد غانم سلطان، ومره حازم احمد غانم. يعني في لخبطه كتير. الهجوم ما استقرش من اول يوم ماتش في الدوري. بدا بقى باحمد جعفر وعمرو زكي، فجاه ما فيش احمد جعفر، بقى عمرو زكي وشريف اشرف. فجاه ما عادش فيه شريف اشرف، دخل ميدو. شلنا عمرو زكي، هترجعنا شريف اشرف، دخلنا سيد مسعد. تقريبا احنا الفرقه الوحيده. وكمان الماتش يلعب فيه عبد المنصف وماتش يلعب عبد الواحد. حتى كابتن احمد سليمان لما سالناه انا وقلاع عملنا معاه حوار، نلعب عبد الواحد سيد هينضم للمنتخب ولا لا؟ قال هو ما يعرفش ان في ثبات بالنسبه للزمالك شويه، عبد المنصف يلعب، الماتش اللي بعده كان عبد الواحد بيلعب. طب واحنا هنعرف منين اللعيب ده مستواه هيبقى من كتر اللي هو يلعب مره ما يلعبش مره، مستواه بيقل. مفيش ثبات. فما هو مفيش ثبات في التشكيل، حتى في حراسه المرمى وحتى في الفراوده. يعني احنا تقريبا الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي 23 لعيب بتوعها لعبوا، مفيش لعيب ما لعبش. بس انت يعني انت شايف ايه، تتوقع ايه مثلا بعد الفتره دي؟ طبعا فتره صعبه جدا كبيره، يعني احنا الدوري زي ما هي جايه 21 يعني مده، يعني انتوا داخلين في شهر برضه تاني، فخايفين فتره الاعداد هتبوظ ولا هي اصلا كانت بايظه، ولا انت ما احنا خايفين تبقى فتره اعداد زي فتره اعداد بتاعت ماتش بتاعت الامارات. رجعنا من الامارات، لعبنا الجونه وتعادلنا، وكان اداء يعني الجونه اصلا كان يعني الجونه كانت نازله بتدافع وخايفه، واحنا حاولنا ووصلنا الجون كتير. لو جينا بصينا ماتش الانتاج ده ماتش ما يتذكرش، يعني احنا خدنا 3 نقط وجرينا زي ما بيقولوا، وصلنا الجون 3 مرات، جبنا فيهم 3 اجوان، مش من هجمات منظمه، كلها هجمات عشوائيه تقريبا، جبنا منهم 3 اجوان. بعد كده ما شفناش زي ما بيقولوا بقى، الانتاج الحربي فضل يضغط علينا وقدر ان هو يقلص الفارق بجون محمد ابو ليلى ومحمد زكي. فالمستوى ما يطمنش بصراحه عليه، يعني في اخر ماتش لعبناه المستوى ما يطمنش. احنا بنتكلم عن الجونه والانتاج، انا شفت الجونه والانتاج الحربي والمنصوره الصاعده للدوري، ايه الفريق اللي عجبك فيهم وشايف مستواهم ازاي؟ هو فريق الانتاج ده فريق كويس قوي.
كمان الجونه عنده حارس مرمى شريف اكرامي في الماتشين اللي هو الاخرانيين اللي لعبهم دول كان اثبت نفسه بطريقه حلوه قوي. يعني الماتش قدام الزمالك وماتش الاسماعيلي ماتش الزمالك قدام الجونه قدام الزمالك شريف اكرامي شال يعني شال فرقته. وكمان في المنصوره بقى، المنصوره فريق كويس قوي. يعني اعتقد من الفرق اللي ممكن المنصوره هينزل السنه دي، اعتقد هو هينزل. هو بيطلع